بعض رؤساء البلديات رفضوا أيضا استخدام البصمة نهائيا. معنا عبر الهاتف من المدينة المنورة المهندس محمد العمري أمين أمانة المدينة المنورة. مهندس محمد، مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. هل ستتراجع عن هذا القرار بعد هذه الاعتراضات الكبيرة أم أن القرار نهائي؟ أهلا وسهلا بكم بالمشاهدين الكرام. ليس هناك خطأ لنتراجع عنه بإذن الله تعالى. ما يدار هو عمل تنظيم لضبط دوام الموظف بعد أن تم دراسة أسباب تعطل أو تأخير أو عدم وجود الإنتاجية المقبولة في أداء المعاملات وخدمة المواطنين، واللي الأمانات تعرف أنت مسؤولة عن 160 أو 164 خدمة تقدمها المواطنين. فعند دراسة الموضوع لماذا تأخير خدمة المواطنين وعدم رضاهم. كم نسبة التأخير في إنجاز معاملات الناس عندكم في الأمانة كان؟ نسبة، أنا تسلمت العمل منذ 5 أشهر، يكاد يكون عدد المعاملات الموجودة المتعطلة 114 ألف معاملة. هذا رقم غير مقبول بكل المقاييس. سعينا على العمل بكل جهد خلال 5 أشهر حتى نقللها إلى حد 25%، ومع ذلك تجد أنه هناك تأخير في بعض إنجاز معاملات نتيجة عدم انضباط الموظفين بالبقاء في أماكنهم أو تواجدهم في مكاتبهم بعد التبصيم صباحا والتبصيم في نهاية الدوام. يحضر الصباح يبصم الساعة 8 ويطلع مباشرة من الدوام، يرجع الساعة 2:15 مرة أخرى ويبصم أثناء الدوام. 70% من الموظفين غير متواجد. 70%. عدد كبير جدا، عدد موظفين الأمانة يبلغ 2300 موظف. أما ما تقدمتم به في النشرة أنه 1700 موظف يرفضون أو يعارضون، أبدا. هناك 70 من 100 إلى 70 شخص فقط كم عفوا من يعارض. كم العدد؟ 70 إلى 100 شخص فقط منذ اليوم الأول، الباقي منسجم. بس الصور اللي عندنا في الفيديوهات تظهر عددا أكبر من ذلك، ليس 70 يعني. أبدا، أنا أعدهم أنا وياك وأنت بتشوفهم. كل الموجودين في الساحة عبارة من 70 إلى 100 فقط. الباقي يتفرج ماذا يحدث عندما أتقدم للحديث معهم فقط لا غير. وأنا أقول لك أنه ليس هناك أي تعطيل، بل أن الأخوان الزملاء أوضحت لهم هذا اليوم ولم يستطع أحد منهم أن ينشر ما أوضحته اليوم لهم. لماذا؟ لأن يدينهم التصرف الغير جيد من بعض الزملاء منهم. أنا ما أقول كل الموظفين غير جيدين، أنا أقول لك أنه نسبة الانضباط 25% مقابل 75%. عندما طبقنا البصمة كل يوم يزيد الانضباط بنسبة من 5 إلى 7%. أنا متأكد أن نهاية الشهر حيكون بإذن الله تعالى الانضباط أعلى من 90%. المعارضين للقرار هم المستفيدين فعلا، اللي كان يبصم. اللي مستفيدين من إيش؟ مستفيدين من التسيب، مستفيدين من تعطيل مصالح الناس، هذا ما تقصده؟ المستفيد من هذا الاحتجاج هم من يعارض. المعارضين هم من كان يبصم ويتوكل على الله من البداية. فإحنا لابد نتكلم عن فساد سعادة الأمين. كيف؟ سعادة الأمين أقول هذا معناته أنه في فساد مستشري في هذه الأمانة وله سنين طويلة، لكن أليس هناك قسم للمتابعة والمراقبة مثل أي جهة أيضا موجود في هذا القسم يضمن مراقبة الموظفين، يقيم أداءهم، بالتالي يتم الاستغناء عن هذا النظام الجديد أو القرار الجديد؟ نعم، موجود قسم متابعة وتم تضخيمه أكثر. الهدف لمراقبة 2300 موظف ليس بالسهولة أنك تراقبهم يدويا، لابد أن يكون هناك تطبيق إلكتروني، وهذا ما تم عمله في الأمانة. تم تطبيق عمل إلكتروني. هذا التطبيق يعمل بإضافة 3 بصمات في الوسط غير الحضور والانصراف النهائي، بالإضافة إلى أنه يراعي أشياء كثيرة جدا، منها إعطاء 10 ساعات شهريا بمعدل نصف ساعة يوميا لأيام العمل، حتى أنه إذا كان عنده ظروف خاصة يقدر لا يحاسب عليها إطلاقا. عندنا يسمح الموظف عندما يكون عنده ظروف خاصة أن يروح مستشفى أو شيء يستأذن من مديره الخاص عبر التطبيق ويسجل أنه استأذن ولا يحسب عليه شيء. عندنا الجولات الميدانية للعمل تسجل عبر
التطبيق على أساس أنه لا يحتسب عليه أي خلل. فهذا العمل طيب تم لضبط دوام الموظفين، رفع مستوى سؤال أخير خدمة المواطن مهندس محمد، المستفيد. هذا الهدف منه. هل ما فعلته اليوم في الأمانة يعني بأنك تتفق مع وزير الخدمة المدنية الذي صرح بالأمس بأن إنتاجية الموظف ساعة في اليوم؟ هل تتفق معه؟ أنا بكل أمانة لم أسمع التصريح. هو قال بأن إنتاجية الموظف لا تتجاوز ساعة في اليوم، هل تتفق مع ذلك أو لا؟ أنا جزئيا لا أريد أن أقول أتفق ولا ما أتفق، ولكن أنا أقول لك أن الموظف عندما يحضر ويبقى في مكتبه يجبر بأنه يؤدي الواجب بنسبة عالية جدا، لأنه حتى المواطن لابد أنه يقف أمامه وبالتالي يأخذ الخدمة المطلوبة، فسيؤدي خدمة أكثر. ولكن عندما ينصرف 75% من الموظفين ولا تجدهم إلا نهاية الدوام فقط، فهناك الإنتاجية بتتدنى للدائرة كلها وليس لمجرد الموظف الواحد. سعادة المهندس، هل تبصم أنت 5 مرات في اليوم؟ كيف أخي الكريم؟ هل تبصم 5 مرات في اليوم؟ يعني حتى تطلب من الموظفين انه يبصمون 5 مرات، انت هل تقوم بذات الفعل؟ انا اريد ان استبدل سؤالك، كم تداوم ساعة في اليوم؟ لو سألتني السؤال هذا. انا اسألك سؤال، يعني انت اقريت نظام يعمل به الموظفون وانت جزء من هذه المؤسسة، هذا القرار يجب ان يسير يمشي على الصغير والكبير، يعني انا سؤالي لك تبصم ولا لا 5 مرات؟ نعم، أنا مسؤول هذه الدائرة طال عمرك، ومسؤول على مدار 24 ساعة، دوامي اليومي لا يقل عن 13 إلى 14 ساعة. أي ما يحتاج تبصيم، خلص الله يعطيك العافية ويقويك. إنتاجية وبإنتاجية 14 ساعة يوميا. شكرا جزيلا لك. من المدينة المنورة المهندس محمد العامري، أمين أمانة المدينة المنورة.